النهارده هنعمل مع بعض رغيف خبز لفة الصوف. خبز ناعم وطعمه حلو قوي، ممكن تعمله محشي جبنة، محشي شوكولاتة، ممكن من حلاوته كده تاكلوه سادة. طعمه حلو قوي، مكوناته بسيطة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. مكوناته عبارة عن دقيق وحليب وزبدة، سكر وبيض وخميرة، واعتقد كل المكونات دي موجودة عندكم في البيت. هنحتاج في بولة نص كوباية من الحليب الدافي، وعليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقتين كبار من السكر، وحبه بيض. وهحرك كل دول مع بعض لغايه السكر والخميره ما يدوبوا تماما. بعد كده هضيف كوبايتين وربع من الدقيق الفاخر جميع الاغراض، وعليهم رشه ملح تقريبا ربع معلقه صغيره من الملح. وهسيب لكم كل مكونات الوصفه دي بالجرام وبالكوبايه تحت الفيديو. هضيف الدقيق وابتدي بقى اعجن كويس جدا لغايه العجينه ما تلم كده على بعضها، يعني تقريبا دقيقتين 2 بس لغايه ما تشكل قطعه واحده. بعد كده هضيف اخر مكون اللي هو الزبده. احتاجت معلقه ونص كبيره من الزبده الطريه بحراره الغرفه، ما تبقاش بارده ولا خارجه من التلاجة. بعد ما تضيفوا الزبده للعجينه هتحسوا العجينه بتقطع كده وصعبه تلم، لكن مع العجن المستمر هتلم معاكم، وكل التقطيع والتلزيق اللي فيها ده هيروح، وهتبقى عجينه طريه ولينه ومش بتلزق، وقوامها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. بنعمل طبعا الاختبار ده علشان نتاكد ان العجينه مظبوطه ومش بتقطع. لو اتفردت معاكم كده وبقت رقيقه ومش بتتقطع، يبقى كده اتعجنت كويس. هنلمها ونحطها في الطبق بتاعنا ونغطيها ونسيبها تخمر تقريبا لمده ساعه. عايزينها تخمر معاكم اسرع، هتسخنوا الفرن بتاعكم وتطفوه، وتدخلوا بقى العجينه تخمر جوه الفرن، بس طبعا هو مطفي، وهتاخد اقل من ساعه بالظبط ويكون الضعف حجمها. حضرت الصينيه بتاعتي اللي انا هخبز فيها، صينيه مقاسها 26، بس الافضل لو مقاسها 24 هتكون مناسبه قوي لكميه العجين. انا دهنتها كده بدهنه زبده بسيطه وسبتها على جنب، والعجينه بتاعتي طبعا خمرت وتضاعف حجمها. شايفين قوامها حلو وناعم ازاي. هاخدها بقى من الطبق ده واحطها كده على السطح اللي انا هفرد عليه. السطح الاول برش برشه بسيطه كده من الدقيق، وبعد كده بحط العجينه بتاعتي وابدا بقى اقسمها لقطع متساويه. ممكن طبعا تقسموها للعدد اللي انتوا حابينه، انا قسمتها ل5 قطع، وهاخد كل قطعه من دول ابتدي اقفلها كده على بعضها واكورها كويس على السطح، وبعد كده احطها على جنب. هعمل كده في كل القطع دي لغايه ما اخلصهم كلهم، واغطيهم بكيس بلاستيك واسيبهم يرتاحوا تقريبا لمده 10 دقايق بس قبل الفرد، علشان لما نيجي نفرد العجينه دي ما تقاومش معانا وتتفرد معانا بسهوله. مهم قوي انكم تغطوها كده وانتوا شغالين علشان وشها ما ينشفش من فوق ويعمل قشره. هناخد بقى اول كوره بدأنا بيها وكورناها، ونفردها كده على رشه بسيطه خالص من الدقيق. ما تكتروش دقيق قوي تحت العجينه، هي مش بتلزق ولا حاجه، يعني رشه بسيطه خالص. وابدأوا بقى افردوا العجينه كده على شكل مستطيل. الطرف الاول من العجينه طبعا بنحط عليه الحشوه، ايا كانت بقى الحشوه هتكون ايه، ممكن حشوه حلوه او حادقه. وبعد كده الطرف التاني بتقطعوه شرايط كده رفيعه. كل ما قطعتوا الشرايط دي رفيعه قوي كل ما اديتكم شكل حلو في الاخر بعد الخبز. انا كده جهزت اول واحده، احطها بقى في الصينيه واكمل الكميه التانيه كلها ورصهم كده دايره في الصينيه، يعني جنب بعض كده علشان يعملوا شكل دايره في الاخر ويخمروا، هيلزقوا في بعض وهيدونا شكل حلو قوي. هعمل معاكم واحده تانيه برده بنفس الطريقه. فردتها كده في الاول وحطيت على اول العجينه الحشوه بتاعتي. استخدمت شوكولاته سبريد، استخدموا اي نوع شوكولاته، او طبعا لو حابين تعملوها بحشوات حادقه زي ما اتفقنا. خلصت بقى كميه العجين اللي عندي كلها وشكلتها ورصيتهم في صينيه وسبتهم يخمروا للمره الثانيه قبل الخبز لمده نص ساعه. كانوا نفخوا طبعا كده ونفشوا بقى شكلهم حلو قوي. هندهنهم كده فرشه حليب قبل ما ندخلهم الفرن، وبعد كده هنخبزهم في فرن ساخن على حراره 200 الرف الاوسط لمده من 15 ل 20 دقيقه. هتلاقوه اخد لون ذهبي كده من الجوانب ومن تحت. لو لقيتوه محتاج لون افتحوا بس الشوايه في اخر 5 دقايق بس علشان ياخد اللون الحلو ده. خرجته بقى من الفرن بعد ما استوى، واهم خطوه لازم نغطيه بكيس بلاستيك كده من فوق لمده 5 دقايق علشان البخار يطري وشه من فوق. هتغطوه كده 5 دقايق بس، وبعد كده ترفعوا الغطا واستمتعوا بقى بالجمال. هش وريحته تجنن وطعمه خطير وسهل جدا، وبجد من انجح الوصفات اللي ممكن تجربوها لاي وصفه خبز وتلاقوها ناجحه معاكم من اول مره. المصدر الاول والاصلي للوصفه دي قناه اجنبيه على يوتيوب باسم ايبرون، هسيب لكم الصوره بتاعتها في التعليقات. وبس كده، بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم اكيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعرفوني رايكم ايه في التعليقات. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.